لا 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 لا، انت رايح فين كده يا ابو يوسف؟ مش شايف كده ورايح على فين؟ رايح اجيب علاج امي يا ام يوسف. اه، هي تعبانه ولا ايه؟ ايوه تعبانه، امال ايه؟ امم وايه الحلاوه دي بقى؟ تسلمي يا ام يوسف. طب مالك كده يا يوسف، زعلان ليه؟ بقول لك امي تعبانه يا ام يوسف، وراح اجيب لها علاجها، عايزاني ابقى فرحان. لا، الف سلامه عليه. طب انت هتيجي امتى؟ اما اخلص بقى هاجي. تمام ماشي. طب حد جاي معاك؟ هشوف اي حد يجي معايا كده عادي، يعني لو محدش جه معايا هشوف كده ابويا ولا اشوف اي حاجه. تمام ماشي. يلا انا خارج يا ام يوسف. ماشي. خلي بالك من البيت بقى، وخلي بالك من يوسف. تمام ماشي. عايزه حاجه؟ لا سلام. وانا جبت الفلوس؟ الفلوس مش معايا. فلوس زمان اجيبها، زمان نسيت اجيبها اكيد. ايه دي؟ مش دي 200 جنيه؟ كويس كده من عند ربنا اللي هو انساها، دي من حظي ونصيبي بقى. ايوه كده، كل ما اقول له على فلوس يقول انا معيش، كل ما اقول له على فلوس يقول ما معيش. يلا كويس بقى اللي هو انساها. عشان ايه؟ اروح اجيب الطرحه اللي انا كان نفسي فيها. اكلم صاحبتي بقى واقول لها عليه علاج ايه وبتاع ايه. احنا مش ام عارفين. يوسف. مين؟ انا. مين؟ ال في 200 ايه؟ جنيه ال 200 جنيه فين؟ 200 جنيه ايه؟ ال 200 جنيه يا ام يوسف اللي أنا كنت رايح اجيب بقى علاج لامي يا ام يوسف. 200 جنيه ايه؟ انا ما شفتش حاجه. انا نسيتها يا ام يوسف نهوت، ولا مش عارف فين يا ام يوسف ال طب 200 انا مش جنيه عارفه، انا مش عارفه هي فين ولا انت سبتها فين اصلا، ما شفتهاش، ما شفتش حاجه انا. طب دوري معايا. طب ماشي، انا مش لاقيه حاجه، ما فيش هنا حاجه اصلا. ما فيش حاجه. مش واقع على الارض؟ لا ما فيش حاجه. امال انا ما الفلوس شفتش فين؟ حاجه اصلا. طب هجيب لامي دلوقتي يا بنتي علاج من ايه؟ انا مش عارفه بقى اتصرف. انا ما اعرفش. اتصرف؟ اه. اعمل طب ما ايه؟ تدوري معايا كده. طيب ما فيش حاجه اصلا قدامي اهو. ما فيش حاجه واقعه على الارض؟ لا. انا بدور في جيوب وانا يمكن طالع. وقعت منك بره. طب أنا مش معاك يا ام يوسف؟ لا ما معيش حاجه، انت شاك فيا؟ في ايه؟ شاك فيك ايه؟ انا مش شاك فيك. يعني اخدها منك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما تقوليش كده والله، انا يعني بسالك سؤال. طيب يعني ده سؤال؟ ما لو معايا هديها لك، ولو لقيتها هديها لك اكيد يعني. خلاص يا ام يوسف، انا طالع بره هتصرف. تمام. هستلف بقى ولا اشوف هعمل ايه. الو. ايوه. انا كنت عايزه الطرحه اللي انا كنت قلت لك عليها، اللي هي ب 200 جنيه دي. اه. ايوه عايزاها، تعالي بقى عشان تجيبها لي وتاخدي فلوسها. خلاص تمام ماشي، يعني انت تيجي دلوقتي؟ تمام. حلو قوي كده يا ام يوسف. في ايه؟ انت بتكلمي مين؟ كلم صاحبتي. اللي بتكلمها على طرحه ايه و200 جنيه ايه وفلوس ايه؟ عادي يعني، عشان تجيب لي طرحه. طب هي لما تجيب لك طرحه انت معاك فلوس منين يا ام يوسف؟ على فكره انا ما طلعتش، ما خرجتش، انا كنت بدور على الفلوس في الصاله. تمام ماشي، انا معايا فلوس يعني. طب انت معاك فلوس منين يا ام يوسف؟ في ايه يعني؟ هو ايه اللي فين؟ انت معاك فلوس منين يا ام يوسف؟ محوشه فلوس ايه؟ انا ما بدلكيش فلوس اصلا، انت لما بتحتاجي حاجه بتقولي لي عليها بجيبها لك على طول. انت مفكرني طلعت يا ام يوسف ولا ايه؟ انت مفكرني خرجت؟ انا ما خرجتش. فين الفلوس يا ام يوسف اللي انا ال 200 جنيه معاكي صح؟ قولي الصراحه. بصراحه كده. اه. كنت خلصي. لقيتها وخدتها. ها؟ كنت لقيتها وخدتها. بتاخدي ال 200 جنيه يا ام يوسف من ورايا؟ واجي ادور هنا وانت عارفه ان انا كفيف ومش عارفه، وعمال بحسس قدامك وبدور وبقول لك روح اجيب علاج لامي، وانت تاخدي الفلوس وتعناه. طب ما تقولي لي انت محتاجه ايه وانا اجيبه لك، مش هخبي يعني، مش هحوش منك حاجه. ما انا كل ما اقول لك هات فلوس تقولي لا معيش، وانا كنت عايزه الطرحه دي ونفسي ما فيها. معيش عشان ام اهم منك. ام تعبانه ومحتاجه علاج. لازما الفلوس اللي معايا دهيت لو اخر جنيه في جيبي اصرفه على امي. تخليني ادور واعمل ده كله يا ام يوسف، وفي الاخر تكون انت واخده ال 200 جنيه وعينها من ورايا، وانت مفكراني خرجت بره. ده انا اللي قصد ان انا اعمل كده عشان اشوفك انت هتعملي ايه. يعني ال 200 جنيه معاك يا ام يوسف؟ ايوه. طب هات ال 200 جنيه يا ام يوسف. تمام. زي ما شفتم بقى كده يا جماعه معانا، هو المفروض الصح ان انت ابوك وامك ده هم تشيلهم على راسك من فوق، لو ما معكش فلوس خالص، لو هتستلف عشانهم، لو معاك اخر جنيه ومش لاقي فلوس تصرف على نفسك ولا على ابنك ولا على مراتك، تجيب علاج امك وتهتم بامك وبابوك، لان اللي ملوش خير في اهله
ملوش خير في اي حد خالص. وانتي كست كبنت محترمه المفروض انتي ما تمديش ايدك على فلوس على فلوس غيرك، مش شرط تكون فلوس جوزك، كمان فلوس غيرك، حاجه مش بتاعتك ما تمديش ايدك عليه. والمفروض انت لما تاخدي حاجه تعرفي جوزك اللي انت هتاخديه، وبعدين جوزك مش هيحوش منك اي حاجه لو معاه فلوس. اكيد. والمفروض ناخد بالنا من النقطه ديت، لان في حريم كتير بتخبي فلوس من ورا جوازاتها. ليه؟ طب انت فلوس، عرفي جوزك، وعين الفلوس دهيت لحاجه تنفعكم، لحاجه لمستقبلكم. لكن انت بتاخدي فلوس من وراه وبتقول راح اجيب طرحه وراح اجيب عبايه وراح اجيب حاجه. طب ليه كده؟ طب جوزك في عرض الفلوس دي عايز يجيب علاج لامه، امه تعبانه، امه مريضه، ليه انت تعملي كده؟ ليه توصلي نفسك للمرحله ديت؟ ما ينفعش انتي كست بيت يعني يكون فيكي الطبع ده اصلا. هو يخاف اللي هو يحط فلوس قدامك بدل ما يديك الثقه، يقول لا مراتي بتحافظ عليا، ولو لقت جنيه ولا لقت حاجه بتديها لي. لا، المفروض انتي تديله الثقه اكتر من كده. ده المفروض هو نسى الفلوس ومشي ترن عليه، صح يا ام يوسف؟ صح كده. يا يعني رب كده غلط، تكون مش اللي انت تخبي الفلوس من وراه او تعناها من وراه، فدي غلط. ويا رب تكونوا اتعلمتوا من الفيديو ده. ويا رب تكون الرساله وصلت. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والمتابعه عشان يوصلوكم كل جديد. يلا نقول لهم ايه؟ السلام عليكم.